أهلا وسهلا بيكم في بودكاست دكتور الشغل، البودكاست اللي بيهتم بصحة أي حد بيشتغل. أنا مصطفى الشاهد، مدرس طب المهن بجامعة عين شمس، وهشارك معاكم في كل حلقة نصائح عن صحتكم في مكان شغلكم. هنتكلم عن المخاطر والأمراض المهنية وإزاي نمنعها أو نعالجها. لو أنت بتشتغل فالبودكاست ده ليك. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست دكتور الشغل. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا وهو صحة الصوت، ومعايا ضيفة عزيزة يعني عليا جدا. احنا أصدقاء من أكتر من 20 سنة، مش عايز أكبرها قوي بس احنا يعني صحاب من زمان. معانا دكتورة دعاء، استشاري التخاطب بكلية الطب جامعة عين شمس. إن شاء الله تسرينا بقى بمعلومات حلوة عن الصوت وصحة الصوت في الشغل. ازيك يا دعاء؟ ازيك يا مصطفى، ايه الاخبار؟ أنا الحمد لله زي الفل، الحمد لله. قولي لي بقى، لما نتكلم على الصوت بتاع البني آدم، يعني إيه صوت؟ الصوت هو أداة من أدوات التواصل وتوصيل المعنى وتوصيل اللغة ما بين الأفراد، فهو الصوت حاجة مهمة جدا لكل إنسان. طيب ده تعريف الصوت. طيب تفتكري هل الصوت ده مهم، او يعني بما انه وسيلتنا الاساسيه في التواصل يعني، هل الصوت ده مهم في الشغل؟ اظن ان احنا دايما بنشتغل بصوتنا يعني، واظن بيعدي عليكم حاجات، ناس كتير بتتعب بسبب شغلهم يعني. الصوت مهم جدا في زي ما قلنا في التواصل ما بين الإنسان وغيره، فعشان كده بيتأثر بكل حاجة حوالين الإنسان، يعني البيئة المحيطة، استخدام الصوت بطريقة غلط. وطبعا أهم الحاجات دي هي وظيفة الإنسان ده. يعني إحنا بيجي لنا حالات كتير جدا عندها مشاكل في الصوت، يعني إلى حد كبير ممكن نوصل لتشخيص مبدئي مجرد ما بنعرف الشخص ده بيشتغل إيه، أو وظيفته ظروفها إيه، بيستخدم صوته كام ساعة، هل البيئة المحيطة في الشغل مساعداه إن هو يتكلم بصوت واطي، ولا بتحتاج إن هو يعلي صوته ويستخدم صوته طبعا بطريقة غلط. ده غير طبعا إن في وظائف بتستخدم صوتها بطريقة حرفية، يعني صوتها هو زي ما بيقولوا أكل عيشهم، يعني زي مثلا المغنيين، مقرئين القرآن، مرتلين اللي في الكنائس، المدرسين، المحامين. دول بنقول عليهم يعني voice professional، بيستخدموا صوتهم بطريقة حرفية، مش مجرد بس ان هم بيتواصلوا بيه. ونضيف عليهم كمان بقى اساتذه الجامعه، يعني احنا ساعات بنضطر ان احنا اه، ندي محاضرات على مستوى كبير يعني. هو ده بالظبط من ضمن المدرسين او اساتذة الجامعة، المحاضرين، كل دول يعتبر voice professional user، او استخدام الصوت بطريقة حرفية. فده طبعا بيبقى محطوط في الاعتبار من واحنا بناخد لسه التاريخ المرضي للمشكلة نفسها. طيب هل في، انت قلتي عوامل بيئيه، هل في عوامل بيئيه تانية غير ان يبقى في دوشه حواليا ممكن تكون بتاثر على صوتي في الشغل مثلا؟ طبعا التعرض للأتربة والدخان، حتى لو الواحد مثلا ما بيدخنش بس بيتعرض للدخان بصفة مستمرة. العمال اللي بيشتغلوا في وسط مكن بيضطروا طبعا يعلوا صوتهم من غير ما ياخدوا بالهم، ولما نيجي نسألهم انت مثلا بتستخدم صوتك بتزعق كده، يقول لك لا، بس لما تيجي تشوف البيئة المحيطة بيه في العمل بتخليه يعلي صوته وهو مش واخد باله. زي مثلا لما واحد يروح فرح، بيرجع يعتبر ما اتكلمش او زعق، بس بيرجع صوته رايح نتيجه ان هو مثلا يتكلم شويه مع اللي جنبه في الدوشه جنب السماعات والحاجات دي كلها. فطبعا بتخلي في صريخ بيبقى معروف، يقول لك الشخص انا زعقت او انا عليت صوتي، وفي صريخ غير معروف اللي هو الواحد بيستخدم صوته في مكان دوشه، زي السواقين طول اليوم في الشارع ما بين العربيات والكلاكسات، فده برضو بيستخدم صوته ويزعق من غير ما ياخد باله. من ضمن الحاجات البيئية التانية غير الدوشة زي ما قلنا التعرض للكيماويات، الأدخنة والأتربة. من ضمن برضو الحاجات ممكن تبقى عوامل مش بيئية بس عوامل بقى في الشخص نفسه، زي مثلا اللي عندهم حساسية على الصدر أو عندهم مشاكل في الرئة. كل الحاجات دي بتخلي التنفس بتاعهم فيه مشكلة، فبالتالي برضو بيأثر على الصوت، لأن النفس ده هو يعتبر الوقود اللي بيخلي الثنايا الصوتية والحنجرة تطلع الصوت بشكل مظبوط وكويس. والله ده يعني معلومات مفيدة جدا دكتور دعاء والله. طيب ممكن أسألك على حاجة تانية، هل في شغلانات ممكن ما يبقاش فيها حاجة واضحة مثلا، زي ناس مثلا بتشتغل في، يعني دايما كنا بنتكلم على مثلا حد زي الطباخين مثلا، أو الناس اللي بتشتغل ولابسة كمامات، الناس دي غالبا ما بتبقاش واخدة بالها إن هي معلية صوتها زي ما أنت قلتي كده، يعني غالبا ما بيبقاش واخد باله، لأن مثلا اللي شغال في مطبخ أو شغال في مغسلة أو شغال في حاجة، الدوشة اللي حواليه مخليه فعلا مش سامع. هل في حاجات تانية برضو ممكن تيجي في بالك كده زي دول، ولا احنا تقريبا غطينا كل الشغلانات يعني؟ هي دي معظم الشغلانات، بس أهمهم طبعا والأكثر الأمهات في البيوت طول اليوم
رقيق كلام وسخيف. وزعيق مع الاولاد. يمكن هي لما نيجي نسالها انت بتشتغلي تقول لك لا، لكن هي طول اليوم بتزعق بصفه مستمره، وده بقى بيخلي الامراض الصوت اللي عندها ممكن ما تبقاش اعراض حاده، بس بتبقى على المدى الطويل. يعني بتقول لك لا انا صوتي متغير بقاله سنين. فمش شرط ساعتها يكون المشكله في الوظيفه، بس هو اسلوب الحياه نفسه. لو حد عصبي بيستخدم صوته كتير، بيزعق كتير، بيتناقش كتير، كل الحاجات دي بتخلي الصوت يتأثر بعيدا عن الوظيفة. ممكن الوظيفة لما تيجي تسألها تكون مثلا بتشتغل في مكان مش بتستخدم صوتها فيه خالص، لكن المشكلة كلها لما بترجع البيت. في برضو وظيفة يعني برضو بيجي لنا مرضى كتير منهم، وهي الكول سنتر. لسه هسألك عليهم، كنت لسه هسألك عليهم. دول 24 ساعة قاعدين على التليفون، حتى يعني ما فيش دوشة حواليه صحيح، بس 24 ساعة بيستخدم صوته. فدول بيجي لنا برضو أمراض الصوت بتبقى واضحة فيهم جدا، ودول للأسف ساعات بيضطروا من كتر الأعراض اللي عندهم إن هم يسيبوا الشغل، عشان بيبقى محتاجين مثلا راحة أسبوعين أو كده، وساعات ما بيقدروش ياخدوا الأجازات دي، فبيضطروا يسيبوا الشغل نتيجة إن الأعراض اللي عندهم مش قادرين يستحملوها. بالمناسبة صحيح، هو بالنسبة لي أنا كحد مهتم بطب المهن يهمني أعرف إمتى هدي الشخص اللي قدامي ده راحة. يعني هل لازم أشخصه من خلال طبيب تخاطب يكون عمل منظار أو حاجة على الحنجرة، ولا ممكن ببعض الأعراض معينة كده أبدأ أقول إن الشخص ده محتاج يرتاح أو محتاج يقعد في بيتهم شوية أو محتاج إن هو يبطل يتكلم، خصوصا مثلا الشغلانات اللي بتعتمد على الصوت بشكل شديد زي التدريس أو الكول سنترز وخلافه. فهل في حاجات معينة كده ناخد بالنا منها وبالتالي بناء عليها نقول الراجل ده محتاج يرتاح؟ مبدئيا الأعراض اللي بتجي لنا في أعراض الصوت معظمها متشابهة، بصرف النظر عن ممكن يكون الشخص ده بيبقى عنده إيه فعليا. يعني كلهم بيجي لهم بحة في الصوت، ما بيقدرش يكمل كلامه، ما بيبقاش يقدر يعلي صوته، دايما في حرقان في زوره، حاسس ان في افرازات كتير مش قادر يطلعها مهما يكح مهما يتنحنح. فالاعراض دي كلها ممكن تبقى متشابهه، تمام. بس طبعا بيفرق مريض عن التاني، ان هو مثلا يدينا الاعراض دي كلها ان هي حصلت له فجأة، مثلا بعد ما اتخانق خناقه كبيره او زعق جامد. فدي بتوجهنا يعني لحاجه معينه. ممكن اقول ان السبب في لحميه على الثنايا الصوتيه. بس في كل الاحوال دي انا دايما بديهم ارشادات، سواء المشكله اللي عنده دي مشكله وظيفيه، حاجه في البدايات يعني لسه، او مشكله قلبت بقى بمشكله مش هنقول عضويه، بس هتكون سابت اثرها على الثنايا الصوتيه، منها اللحميه او النتوءات او كيس ميه. فكل الحاجات دي انا لازم بدي ارشادات في الاول، واهمها طبعا في الاول لازم الراحه، يريح صوته ما يزعقش. بس مش معنى كده ان هو يمنع الكلام خالص، لا، يتكلم بصوت واطي شويه، ما يعليش صوته، ما يزعقش، يشرب ميه كتير. الميه مهمه جدا 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 جدا. دايما انا بقولها للمرضى عندي ان هو عامل زي الباب لما ما نشحمش المفصلات بتاعته دايما هيزيق، لكن لو المفصلات متشحمه كويس هتلاقي الباب بيفتح ويقفل من غير اي صوت، من غير اي دوشه. نفس الكلام في الحنجره، لو الجسم مترطب كويس، المريض بيشرب ميه كويس، هيلاقي ان الحنجره الحركه بتاعه الغشاء المخاطي بتاعها مرنه وسلسه، وبتطلع الصوت الى حد ما كويسه جدا. فدي برضو من ضمن الارشادات، يعني مش بس هقول له ما تزعقش، لا، اشرب ميه كتير، بلاش حاجات منبهات كتير، بلاش تشرب منبهات كتير. القهوه والشاي والبيبسي والحاجات دي كلها بتنزل ميه من الجسم، كلها مضره بالبول، فبتنزل ميه من الجسم. فانا برضو كده يبقى انا ما عملتش حاجه. كل الحاجات دي بديها لكل المرضى، دي كلها ارشادات اسمها ارشادات صوتيه، بديها لكل المرضى في البدايه. في منهم بقى بكمل معاه لتدريبات او عمليه او العلاج حسب الحاله نفسها، بس كلهم لازم اديهم الارشادات دي. ومنها طبعا وقف التدخين. على فكرة واحدة من الحاجات اللي انت قلتيها حلوة، وانا شخصيا جربتها. كنت جات عليا فترة كده كنت بشتغل تقريبا تيتشنج او بدرس كل يوم، كان فعلا بيجي فترة مش قادر اتكلم خالص، فكنت لجأت لك وانت قلتي لي ساعتها اشرب ميه كويس، فبقيت بتحرك دايما بازازة ميه معايا. فرقت معايا جدا جدا
يعني في وخصوصا في كل شغل. الشتاء يا مصطفى، يعني في الشتاء احنا بننسى نشرب، فلازم بقول للمريض اشرب كل ساعة بل ريقك حتى لو انت مش عطشان. هتلاقي ان الحنجرة بدأت تترطب شوية بشوية. ده طبعا بجانب لكل وظيفة ممكن أقول له بعض الإرشادات، زي مثلا المدرسين وأساتذة الجامعة بلاش تتكلموا في وسط الطلبة بصوتكم، ممكن نستخدم المايك. العمال اللي بيشتغلوا في وسط مكن أو كده بلاش نتكلم في وسط المكن. لما المكن يطفي أو نبقى خارج الورش ممكن نتكلم. اتعلموا اشارات ما بينهم وبين بعض يقدروا يتواصلوا بيها بينهم وبين بعض، بتبقى بالظبط. لطيفة جدا. بالظبط. واللي عندهم تعرضوا لأدخنة أو أتربة يستخدموا ماسكات. فهي كلها أكيد أنت عارفها الحاجات دي اللي هي الصحة المهنية بتبقى بتدوها للعمال، وكل صاحب مكان لازم يكون مسؤول عن العمال اللي عنده. لو شاف عامل مثلا مش لابس الكمامة، يعني لازم يعني يأكد عليه إن هو يلبس الكمامة عشان مخاطر الأدخنة والأتربة اللي طالعة من الكيماويات دي مثلا. يعني احنا في الاساس بنبقى خايفين من الكيماويات والحاجات، لكن ده لا يمنع ان وجود بعض الادخنه والحاجات ممكن تاثر على الصوت. طبعا انا برضو عندي يعني استفسار ليكي، هل ممكن وجود الكمامه نفسه ياثر على الصوت؟ يعني ياثر على الصوت، يعني الفتره بتاعت الكوفيد كان ناس كتير بتلبس اه، كمامات، واعتقد ده كان الإجراءات عامل مشكله. كلها بعد الكوفيد، فترة الكورونا، طلعت أبحاث كتير وبيبرز كتير عن تأثير الكمامة، عن على حاجات كتير بقى، على النفس وعلى الصوت. اتضح إن احنا واحنا لابسين الكمامة بنضطر نعلي صوتنا. معظمنا كان بيبقى معتمد على قراءة الشفايف والليب ريدنج. ده حقيقي. لما الكمامة جت بقى غطت، ما بقيناش سامعين بعض، او التواصل ما بيننا يعني قل شوية، فاضطرينا نعلي صوتنا. فده طبعا أثر على الثنايا الصوتية بتاعتنا وعلى الصوت، وفي نفس الوقت على النفس. ما هو النفس لما اتأثر زي ما قلت قبل كده ان هو وقود اللي بيخلي الصوت يطلع كويس، فلما النفس اتأثر برضو الصوت اتأثر. فهو الصوت اتأثر لوجود الكمامة بكذا طريقة. الكوفيد نفسه والكورونا نفسها كانت بتأثر على الثنايا الصوتية دايركت، بتعمل التهابات في الأغشية المخاطية بتاعة الحنجرة، بتؤدي إلى شلل أو يعني شبه شلل في بعض الثنايا الصوتية. كل الحاجات دي برضو كانت بتأثر برضو بشكل مباشر على الصوت. ده واضح جدا، وحتى في السترينز الجديده، يعني او في الاصدارات بالظبط. الجديده من الفيروس، يعني واضحه قوي. بتيجي ناس كتير يقول لك انا عندي مشكله في صوتي، ده غالبا كورونا. طيب هسألك حاجة انت قلتيها مهمة قوي دلوقتي. انت قلتي ان الوقود بتاع الصوت هو النفس. فهل تدريبات النفس واليوجا والحاجات اللي ممكن الناس بتعملها عشان تحسن شوية التنفس بتاعهم، هل ده فعلا افكتيف، او هل ده بيدي فعلا نتيجة في المحافظة على الصوت، ولا ده كلام مش شرط يكون حقيقي؟ زي ما قلنا فعلا إن الصوت هو أساسه هو النفس. لو النفس كويس بيبقى الصوت إلى حد ما طالع كويس بس برضو مش نفس ككمية، لا، النفس إن هو يتقسم مع مخارج الأصوات والحروف. فبالتالي تمرينات النفس والتمرينات اللي بتعمل ريلاكسيشن كل دي بنستخدمها فعلا في تمرينات الصوت عندنا عشان تحسن من كفاءة الصوت ومن كفاءة النفس في استخدامه عشان أقدر أطلع الصوت مظبوط. آخر حاجتين بقى. هل دكاترة التخاطب أو الأخصائيين بتوع التخاطب عرضة أكتر إن هم ممكن يحصل لهم مشاكل في الصوت نتيجة التدريبات اللي بيدوها للناس طول الوقت، ولا ده ممكن ميبقاش حقيقي؟ بالنسبة لأخصائيين التخاطب ودكاترة التخاطب، طبعا نتيجة استخدامهم للصوت بطريقة آه، مستمرة فترات طويلة، فده طبعا بيعرضهم لمشاكل الصوت. وكمان استخدام الصوت ده مع أطفال، فبنضطر إن احنا نتكلم كتير ونعلي صوتنا أكتر ونعيد ونزيد، فكل الكلام ده بيأثر طبعا على الصوت. طيب سؤال أخير بقى. يعني لو احنا هناخد رسائل قصيرة نقولها للناس عشان تحافظ على صوتهم في الشغل. الصوت ده نعمة من ربنا،
يعني حاجة عاملة زي البصمة بتاعت الإيد، هي برضو بصمة الصوت، فلازم دي بتفرق بين شخص والتاني. أي تغيير في الصوت حتى لو في بعض النغمات أو بعض الترددات بتضايق المريض، بتخليه يحس إن هو مش أنا اللي بتكلم، أو بتأثر في حياتي. فبالتالي لازم نحافظ على الصوت من قبل ما يحصل له مشكلة. نبتدي من الأول بالإرشادات. لازم كل شخص طبيعي يحافظ على صوته. لازم نشرب مية كتير. لازم نرطب الحنجرة والأغشية المخاطية بالميه. نبعد عن الأدخنة والأتربة، وبلاش نتكلم في أماكن دوشة. كل وظيفة تقدر إن هو يستغنى عن الصوت باستخدام معينات للصوت زي المايكات أو زي الإشارة أو الصفارة، يا ريت نستخدمها. بعد كده إحنا ساعتها لو بدأ يظهر أي مشاكل في الصوت بلاش نتأخر. يعني لو حاجة لا قدر الله يعني خطيرة أو شديدة ممكن نلحقها في الأول، ولو حاجة بسيطة فإحنا بنطمن، بنعرف علاجها إيه، وممكن نلحقها في الأول أحسن ما تتطور لحاجة تانية يكون بقت أصعب. طبعا نحافظ على صوتنا من البداية، ولو حصل فيه أي أعراض نلحق على طول نتواصل مع دكتور وطبيب تخاطب الإجراء اللازم عشان نوصل لتشخيص صحيح. في حالات كتير جدا جدا بيبقوا عند زمايلنا في الأقسام التانية وبياخدوا أدوية وبيقعدوا بالشهور والصوت ما بيتحسنش، وممكن في الآخر خالص يجوا بقى التخاطب يكون حاجة بسيطة جدا وحلها بسيط جدا. العيان بعد ما كان قعد شهور ياخد علاجات ملهاش لازمة، مجرد ما جه واتشخص صح يعني الدنيا خلاص بقت أحسن. وممكن لا قدر الله تبقى حاجة خطيرة، فكان إن احنا نلحقها من بدري كانت تبقى أحسن برضه. إن انا شاء الله. بشكر كل الناس اللي سمعتنا، وبشكرك انت تحديدا. يعني اولا يعني مبسوط ان انا سمعت صوتك، بقالي كتير ما سمعتش صوتك، فالحمد لله ان احنا اتقابلنا، وباذن الله الحلقه تعجب الناس.